السلام عليكم مشاهدي قناة أطباق زهرة. مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم جيتكم بوصفة جديدة بنينة وسهلة التحضير، بطاطا كريسبي محشية بالجبن. هذه الوصفة تقدروا تقدموها مع أي صلصة ولا ترافقوها مع أي طاجين تمد بنة وتزين طريقة التقديم. نبدأ بسم الله في الوصفة نتاعي. هنا عندي بطاطا قطعتها دوائر وقليتها نشفتها مليح من الزيت، عندي جبن طري جبن شرائح، وهنا عندي صلصة الجبن اللي كنت حضرتها بكاس حليب ملعقة فرينة ودرت أنواع من الجبن، حطيتهم على النار مع الخلط المستمر حتى تقالت الصلصة وتحصلت على هذا القوام. هاد الصلصة تجي بزاف بنينة. نجيب شرائح من البطاطا المقلية، لازم يكونوا كيف ما تكونش حبة كبيرة وحبة صغيرة. نحط الجبن الأبيض في الوسط ونغلق بحبة بطاطا أخرى. بنفس الطريقة نزيد حبة أخرى من البطاطا نحشيها بجبن شرائح. نطوي جبن الشرائح بهذه الطريقة، نحطها في وسط الحبة ونغلق بحبة بطاطا أخرى. نزيد الحبة الثالثة نحشيها بصلصة الجبن. هنا الصلصة ما تخافوش منها، ما غاديش تخرج، تبقى في وسط البطاطا. هنا درت امامكم 3 حبات، كل حبة بذوق. بالنسبة لصلصة الجبن تقدروا تضيفوا لها ايضا معدنوس مقطع، تبلوها فلفل اسود ولا تنكهوها بالثوم حسب كل ذوق كل واحد. هنا عندي البيض، ندير فيه شوية ملح، نخلطه مليح، نحط حبة البطاطا المحشية في البيض، بعدها في الشابلور فتات الخبز، ونقليهم في زيت تكون سخونة. وصفة سهلة ما تديش الوقت وبنينة. بنفس الطريقة نكمل كامل الكمية اللي عندي، نحشي البطاطا نتاعي، نرمدها في البيض، بعدها في الشابلور، ونقليها في زيت تكون سخونة. هنا ما تشدش بزاف الوقت، بطاطا طايبة غير تتحمر الشابلور. نقلب على الجهة الثانية. بمجرد تاخد اللون الأحمر نحيها من المقلة ونحطها تنشف من الزيت. ها هي البطاطا نتاعي بعد ما طابت، شوفوا كيفاش جات. نقطع حبات امامكم، شوفوا الجبن يبقى لداخل. الحبة الاولى كانت بالجبن الابيض والحبة الثانية كانت بصلصة الجبن. قدمتهم مع الصلصات، تقدروا تقدموهم ايضا مع اطباق اخرى تجي بزاف بنينة. هذه هي وصفتنا لنهار اليوم، بطاطا محشية بالجبن، مذاق رائع سهلة التحضير. شاركوا الفيديو مع احبابكم. الى فيديو جديد ان شاء الله. سلام.